النهاردة هنعمل مع بعض التومية السوري بطريقتين مختلفتين. طريقة هستخدم فيها النشا وطريقة مش هستخدم فيها النشا خالص. التومية من الحاجات الحلوة جدا اللي بنحتاجها لما بنعمل مشويات، رز بسمتي، سندوتشات، وخصوصا سندوتشات الشاورما، وبنستخدمها كتير. عشان كده حبيت أجمع الطريقتين في فيديو واحد ترجعوا ليه في أي وقت. الطريقتين حلوين جدا. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب. الوصفة الأولى هنعمل التومية بالنشا. معانا كوباية من الحليب، كوباية من المية، 4 معالق كبار من النشا، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، معلقة كبيرة من التوم المفروم، ما يعادل تقريبا 5 فصوص من التوم المفروم، وربع كوباية من الحليب، وربع كوباية من الزيت، و4 معالق كبار من المايونيز. أول حاجة هنجيب حلة وهنضيف فيها كوباية الحليب وكوباية المية، وفي الوصفة دي ممكن نستخدم كوبايتين حليب أو كوبايتين مية، أو كوباية من الحليب وكوباية من المية، لأن الحليب بيديها قوام غني شوية. وبعدين هنضيف عليهم 4 معالق كبار من النشا ونقلبهم على البارد قبل ما نرفعه على النار علشان ما يكتلش. هسيب لكم كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. وممكن نستخدم الزبادي عادي بدل من المايونيز. هنقلب بقى الخليط ده كويس جدا على درجة حرارة متوسطة، ونستمر في التقليب علشان ما يكتلش معانا لحد ما يوصل معانا للقوام ده كده بالظبط، تحسيه عامل زي الفازلين، ناعم كده، لان احنا استمرينا في التقليب طول الوقت فما كتلش معانا خالص. في الوقت ده بقى هنقله في طبق علشان يبرد، وهسيبه لحد ما يبرد خالص. وبعد ما الخليط ده برد هنزل بيه في الخلاط، وهنزل عليه بقية المقادير. وهنزل على الخليط ده بربع كوباية اللبن، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، نص معلقة صغيرة من ملح الليمون وبديله عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من الملح، و4 معالق كبار من المايونيز، وده المايونيز اللي احنا عملناه مع بعض. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. والزيت بننزل بيه في الخلاط، مش لازم ننزل بيه زي الخيط الرفيع. ونخلط بقى كل المكونات دي مع بعض في الخلاط كويس. لو حسيت ان الخلاط تقيل معاكي، يعني الخليط تقيل، ممكن تزودي له ربع كوباية من المية او ربع كوباية من اللبن. ونخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى الخليط بالشكل ده. لو حسيت انك محتاجة تزودي مية تاني او لبن تاني براحتك، زودي عادي، المهم انك توصلي في الاخر للقوام ده. والطريقة دي سهلة جدا وحلوة قوي وطعمها تحفة. والقوام بتاعها بيكون بالشكل ده كده، بيكون قوام تقيل وكريمي شوية، وممكن تتحكمي فيه براحتك، تزودي لبن او مية وتتحكمي في القوام براحتك. بجد حلوة جدا وقوامها تحفة. جربي الطريقة دي، حلوة جدا ومقاديرها مظبوطة 100%. ودلوقتي هنعمل الطريقة التانية اللي هي التومية بدون نشا، يعني بياض البيض بس. هنحتاج في الوصفة دي كوباية من المية، 2 بياض بيض، نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقتين من المايونيز أو الزبادي، وربع كوباية من اللبن، وربع كوباية من الزيت. أول حاجة هنعملها هنجيب حلة وننزل فيها بكوباية المية، وهنرفعها على النار لحد ما تغلي. وبعد ما المية غليت هنزل عليها ب2 بياض البيض، وهقلب تقليب مستمر لحد ما ياخد اول غلوة، وبعدين هرفعه من على النار. وبعد ما الخليط ده غلي هاخده وهنزل بيه في الخلاط. وهننزل على الخليط ده بربع كوباية اللبن، ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون، ومعلقة الملح الصغيرة، ومعلقة الثوم المفروم او المعلقة ونص الثوم المفروم، ومعلقتين الزبادي او معلقتين المايونيز. وهنخلط كل المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. ملح الليمون لو مش متوفر هنضيف عصير نص ليمونة. وهنضيف ربع كوباية من الزيت، انا حطيتها كده في علبة صغيرة علشان انزل بخيط رفيع خالص من الزيت لحد ما القوام يتقل معايا. لو حسيتي ان القوام خفيف قوي ممكن تزودي حبة زيت كمان صغيرين لحد ما القوام قدامك يبقى تقيل شوية، لان هو سخن ولسه لما هيبرد القوام هيتقل اكتر.
والطريقة دي هي الأقرب لطريقة المحلات شوية، نفس الطعم ونفس القوام. وهو ده شكل الخليط بتاعنا، تحسيه كده خفيف وسائل لأنه لسه سخن. لما هنسيبه يبرد هيتقل وهتحس قوام كريمي وحلو قوي. وطريقة بياض البيض اللي احنا عملناها النهاردة أحلى بكتير قوي من طريقة البياض البيض اللي على البارد. بحس كده ان هو بيقتل البكتيريا وبيكون أمان أكتر. بجد قوامه حلو قوي، وهو كده لسه مبردش، لسه شوية وهيبرد كمان. لما هيبرد هيتقل أكتر وهيبقى أحلى من كده بكتير. وكده انا عملت معاكم طريقتين للتومية، طريقة بالنشا وطريقة اللي هي من غير النشا اللي هي بياض البيض. والطريقتين احلى من بعض واسهل من بعض. ياريت تجربوهم وقولولي ايه الطريقة اللي انتوا بتحبوها اكتر. واي استفسار او تعليق على الفيديو قولولي في الكومنتات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.